مشكلة المعتقدات عن نفسي أو الأفكار عن نفسي في إيه؟ في إنها اتقفلت واتربطت وأنا مش براجعها. قلت أنا قليل الذكاء، أنا ما بعرفش أعمل علاقات، أنا ما أقدرش أقود مجموعة، أنا ما أقدرش أتحمل المسؤولية لأحسن الشغل ما يطلعش ممتاز، ده هيخليني أعمل إيه؟ سوري أنا مش شغال معاكم، أنا خليني بعيد. المعتقدات دي عايزة تتعاد قياسها مرة تانية. دي معتقدات حقيقية؟ مش حقيقية، لأن أنا كإنسان أقدر أشتغل في فريق، وأقدر لما أغلط تصلحولي، وأقدر أستشيركم وتحطوا لمستكم معايا، وأقدر وأنا مسؤول أدي كل واحد فيكم دور وتشتغلوا كلكم كفريق وكل واحد يحط بصمته ونشتغل مع بعض وكل واحد يكمل نقص وعجز الآخرين. دي الصورة الصحيحة الأصلية السليمة. لكن الافتراضات الأولى دي افتراضات بتحبسني وتكتفني وتحطني في سجن معين. حاجة تانية بتأثر في الصورة الذاتية هي المشاعر. مشاعر جهة نفسي، في عجز، في ثقة، في حماس، في شغف بالحياة، في انطلاق، في أمان في هويتي الذاتية. لو أنا ما عنديش ده، ما عنديش الأمان وما عنديش الثقة، هبتدي ألبس المظهر التعويضي، يبقى عندي يعني شكل خارجي بعمله مش بيدوم، بعد شوية بتوقف. لكن لما يكون في قبول لذاتي وقبول لضعفاتي وإقرار بحقيقة وجود عيوب شخصية عند كل إنسان، فبقى عنديش مشاعر يعني احتقار ولوم مفرط إن عندي ضعفات. فعندي معتقد صحيح بيقول كل الناس عندها ضعفات، حاجة وراها أقول معتقد تاني مفيش مانع يكون عندي بعض الضعفات، ولكن هذا ما يلغيش التزامي بأن أكافح وأنجح واشتغل على قدر الإمكانات الموهوبة لي، فيتولد الحماس والشغف. لكن لو أنا ما عنديش إمكانات فأنا إنسان مش هينفع، فأنا خجول وحاسس بالخزي من نفسي فاستخبى، إما أتنافس مع الآخرين أو أهرب. ففي الحالتين صورتي الذاتية دي بسبب مشاعري جهة نفسي وجهة الحياة خلتني ردود أفعالي ما تبقاش فعالة وتبقى انهزامية وانسحابية. فهنا الصورة الذاتية تعتبر حجر الأساس في علاقتي بنفسي وعلاقتي بالناس وعلاقتي بالعمل والإنتاجية. لو دي اتهزت بتأثر على الثلاث حاجات دول، وبتأثر على كفاءتي في الحياة وجودتها واستمتاعي بيها أيضا. فلما أتعامل مع نفسي كخصم كعدو، ده بينعكس على علاقاتي في معاداة الآخرين أيضا. كنت أنا بلوم نفسي لوم مفرط على غلطة، لما حد تاني هيغلط هعمل فيه إيه؟ نفس اللوم، نفس الإفراط في التأنيب، نفس الحنق والغضب والغيظ الشديد. بالتالي علاقاتي هتضطرب، إنتاجيتي إيه؟ هتقل. طريقتي اللي بتعامل بيها مع نفسي زي ما هتعامل بيها مع الآخرين.